ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ جبت لكم مقتطفات من ايه يا نهار اسوح. الناس كان بتشتمها على الاكل من وهي على ذمة رضا من 5 سنين، من اول ما فتحت القناة. وركزوا هي بتشرب في الكولا بتعمل حركات ايه. سلام. خمرة قد كده قبل ما افتح اللايف. انا بموت في الخمرة، بموت في الويسكي. بص دول حياتي طول النهار قاعدة بصوا بقربع كده. وحياتك يا حبيبتي من 5 سنين وانت بتشربي الكولا في الحوار اللي انا جبته، في المقطع اللي انا جبته، فاذا انا ما جبتش حاجة من عندي. ونفس اللايف انت اللي قلتي بلسانك بتشربي ايه. فتعالوا نشوف بقى العك بتاعها وقرفها في عمل الكنتاكي. يا خرابي يا بنات، اللي بتقرف ما تخشش الفيديو. وفيديو النهارده هعمل معاكم اسهل طريقه اتعملت في العالم لعمل كنتاكي، وخاصه عشان نعمل يا جماعه الفراخ الكنتاكي السريعه. هجيب وراك من الفراخ كده وهقطعها جزئين وهغسلهم كويس وهبدا اشققهم كده من جوه بالسكينه زي ما انتم شايفين كده. دي الخطوه الاولى. هجيب ميه سخنه وهبدا بقى ايه احط الفراخ دي كلها في الميه السخنه واسويها نص سوا. الميه اهي يا جماعه بتغلي، هبدا بقى احط الفراخ اهي كلها بالشكل دوت اهو. تكون الميه بتغلي ماشي اهو. طبعا هحط بصلايه حالها كده متقطعه، احط معلقه صلصه صغيره، شويه توم مفرومين، وهنا عندي التوابل: فلفل اسود، قرفه، جنزبيل، فلفل ابيض، اسمها ايه دي، ورق لورو مطحون، بهارات ماشي. كل دول هنحطهم ايه على الفراخ وهخليها تغلي. شفتوا كمية القذارة وكمية الفراخ لما نزلت في المية المغلية كان عاملة ازاي يا بنات؟ طيب سيبكم من دي. شفتوا حتة الجلدة الصفرة اللي المفروض الواحد يشيلها من الدبوس سابتها ازاي؟ طب سيبكم من دي. شفت لما كان الفراخ متقطعة وهي بترفع كده بالسكينة الجلد؟ شفتوش المادة اللزجة دي؟ يعني معنى كده الفراخ دي ما اتغسلتش، حتى الدم في العظم زي ما هو يا قرفي. طبعا بعد ما سلقت الفراخ نص سلقه تقريبا، قعدتها 12 دقيقه او 10 دقايق كده على النار، وحطيت لها على فكره مرقه دجاج ماجي. طلعتها في مصفى واخليها بقى ايه تتصفى وتبرد خالص. وبعد ما الفراخ تبرد خالص هجيب كوبايه من الدقيق احطها هنا في بوله على نص كوبايه نشا اهو، واحط عليهم البهارات دي كلها. عندي معلقه فلفل اسود، معلقه كاري، معلقه توم بودره، بيكنج باودر، عندي معلقه من اللي هي بهارات الماجي، شويه ملح، بصل بودره، شطه، وكزبره ناشفه. مش عارفه قلت الفلفل الاسود ولا لا. هنحطهم كده كلهم على الدقيق ونقلبهم ايه كلهم كده ايه مع بعض. في بوله تانية هجيب بيضتين معاهم تقريبا كوبايه الا ربع لبن اهو، واحط عليهم شويه فلفل اسود، فلفل ابيض، توم بودره، شويه ملح. مش هكتر بالملح لان انا حطيت ملح في الشوربه وحطيت ملح في الدقيق، وهضربهم كلهم مع بعض. بعد ما الفراخ تبرد خالص هجيب بقى فرخيه حته حته واحطها ايه اعليكها كده كويس بالدقيق زي ما انتم شايفين كده كويس قوي، واحطها في صينيه، واجيب واحده تانية اهي واحطها برضو عليكها كويس بالدقيق بالشكل ده كويس قوي، وارجع احطها في الصينيه. اخلص الكميه كلها بالشكل ده واروح احطهم في الفريزر تقريبا نص ساعه. الخطوه دي مش اجباري، لو تحبي على طول تحطيهم في الدقيق وبعد كده البيض وبعد كده الدقيق وبعدين تحمريهم ممكن، بس انا عايزه اعمل كده. هروح احطهم هخلص الكميه كلهم واروح احطهم نص ساعه في الفريزر. خلصت الكميه كلها بالشكل ده، هروح احطهم في الفريزر نص ساعه. دلوقتي طلعت الفراخ من الفريزر اهي، ادي البيض اللي بالحليب وادي الدقيق اللي كنت عاملاه. هجيب بقى ايه واحده واحده، وادي في زيت بسخنه اهو. هجيب ايه واحده واحده احطها كده في البيض مع الدقيق، في البيض مع الحليب، وبعد كده الدقيق كده. راحة التتبيلة والطريقة كويسة عشان ما نبقاش ناس منافقين، لكن اللحم نفسه او الفراخ نفسها غير نظيفة تماما.
مش مغسولة، لدرجة لما حطيتيها في الشوربة، المفروض تبقى الشوربة دي بيضة، بقت صفرة، بقت لون معكر على طول. غير كمان الجلدة اللي أنا قلت عليها اللي في الدبوسة دي لازم تتشال. شوفوا رأي رضا بقى، اسمعوا. معظم الأوقات أنا كنت براء ربنا. أنا معظم الأوقات كان المطبخ ده كنت أشمئز منه، كنت أخش أغسله. أنا تبقى في مشوار وكانت بتيجي تقول أغسله، مش أغسله عشان أنا شغال زي ما هي بتقول ولا حاجة، ولا أكني واحد شغال، لا، بغسله عشان أنا راجل متعود على النظافة، متعود على النظافة. ما تعودتش ان انا اشوف امي سايبه اطباق ولا سايبه كراكيب كده كتير كده. ولادي نفسهم طالعين نفس الطريقه، يغسلوا حاجتهم وبعد الاكل يغسلوها. لدرجه ان انا كنت بقول لها يعني يا ريت بعد الاكل كل واحد كل في طبق يغسله ويحطه في الغساله بتاع الاطباق. اقسم بالله ولادها كانوا ياكلوا ويسيبوا الاكل مكانه، ما يشيلوش حتى من مكانه. بناتي والسكر النباتي. علي صوتك، بيقول لك صوتك واطي جدا جدا، بيقول مش شايف انا مسرسعه وبعلي صوتي. جوزي هيطبخ النهارده، يا ترى بقى جوزي هيطبخ ايه؟ جوزي هيذبح النهارده. بقول لك ايه بقى، خلي بالك عشان في شهود. بص يا سيدي، بص انت هتعمل لنا ايه؟ هعمل فراخ. تعالوا نشوف مع بعض هيعمل ايه. هعمل فراخ بلدي دلوقتي. هتعمل لنا ايه يا استاذ رضا؟ هعمل فراخ بلدي اهي. دي فراخ بلدي قطعتها وغسلتها. هشوحها في الحله. هشوحها في الحله، بس الاول هقطع البصل. اقطع البصل ان شاء الله. ليه لا لابس جوانتي؟ جوانتي لا، ما عشان ايدي بس. ايه الجواب الغريب ده؟ عشان ايدي. ماشي، انا اقطعهم كده اهو. ماشي. بصوا يا جماعه، بيعلمكم ازاي بيقطع البصل، خلي بالكم بلاش تتعلموا مني يعني. عشان ما بيعرفش يقطع البصل يتعلموا من استاذ رضا. لازم ايدك تبقى عامله. بس هو بيقول حط بس كمون. مش بس هتحط حاجه تانية؟ لا، ما تحطيش ملح لما تستوي. يا سلام، شفتوا بقى بيديكم اسرار. لما تكون بيديكم اسرار يعني. الملح ما نحطوش الا. قول لهم تاني، علي صوتك يا حبيبي، صوتك واطي. لما تيجي تنزليها. تيجي تنزليها. ماشي اوكي. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انا بنضف بقى الفراخ اهي، بجهزها بقى عشان ايه ادخلها. معلش بقى، احنا لبست البيجامه عشان ابقى براحتي كده وانا بصور الاستاذ ده. وهنعمل الرز المعمر دلوقتي ان شاء الله. كان بيغني اغنيه حلوه دلوقتي، او كنت بتغني تقول ايه؟ انا بغني لمراتي. لا كنت تقول لي اما نعيمه عينين خلي عليه ويكلمني. انت تقعد تنضف كده الفراخ ساعه وتقطع فيديو. الحاجه تطلع نضيفه. لا بقى لما تنضفها. خلاص كده وقفي بقى على المخلط. هينضف الفراخ ونرجع لكم. جبت لكم رأي رضا، وبرضه جبت لكم مقطع من رضا وهو بيطبخ، علشان خاطر بيبقى قرفان من طبخ بس ما بيرضاش يقول كده، لأنه هو اللي ابتدى يطبخ لما لقيها ست معفنة. أنا ما بتهمش حد علشان ما اخدش الذنوب على رقفاها، أنا من باب فكرهم ونكد إيه عليها. هجيب لكم المقاطع اللي تقرف وانتوا هتشوفوها بعينيكم. اسمعوا. انزلي، اصلا وجودك هنا على الترابيزه لا لا لا، خليني اكمل الصباح على الناس. شنا نو يا شنا، قلت لك انا عايزاكي تسمعي الكلام. بص ادي شنا اللي بتاكل من اكلها وبتعك. طيب هتقولوا لي انت ضد الحيوانات؟ لا، انا مش ضد الحيوانات، بس الحيوان على ما يتعود. دي حاجه، هي مجوعه القطه دي وعشان كده القطه عملت الحركه اللي انتوا شفتوها. طب نعتبر قطه وعملت حركه، ما بالك بقى لما هي اللي شالت القطط واكلتهم على المكان اللي هي بتعمل فيه اكلها هنا. واول ما بتشوف رمسيس نفسها بتتصدى عن الدنيا كلها. بصوا هتسيب الطبق، استنوا بس، انا بعد كده هاكلها، همسك الطبق في ايديا واكلها عشان اديها الثقه. بصوا هي سابت الطبق ووقفت تتفرج عليه. اول ما بتشوف رمسيس جه، حتى لو هتموت من الجوع ما بترضاش تاكل، تبقى عايزه تمشي. فانا قلت لها استني يا شنا، خدي كلي اهو يا قلبي ما تمشيش. اديتها بس شويه من الثقه كده والامان، علشان هي زي ما انا قلت لكم في الفيديو بتاع الصبح، اول ما بتشوفه جه. ده هي تقرفك قد ما قرفتيني في الفراخ ونفسي معت عليا، وقد ما قرفتيني في الحيوانات مع ان انا بحبهم قوي، لكن مازالوا بيطلعوا شعر وبينزلوا حشرات وانتي حطاهم عند الاكل وبتعبطي، وما شفناكيش في يوم حتى سرحتي للشنة او نظفتيها.
يا قرف يا عليك ست هو قبل معفنه. كده عمل لي باميه كتير بطرق مختلفه، بس النهارده بيقول لي الطريقه حديثة جديده. حديثة. وإن شاء الله ان شاء الله تعجبكم. هتعجبكم أو ما تعجبكوش كلوها يعني. احنا اللي كده كده هناكلها. انتوا هتتورطوا في الطبخة فخلاص. هو ما كانش عايز يعمل بصراحه رز، قال ان هو عايز ياكلها بالعيش او بيحب ياكلها بالعيش. لكن انا قلت له لا معلش انا عايزه اعمل شويه رز. كنت رايحه انضف حاجه بصراحه في الجنينه، ربنا يخليه رب، لقيته مجهز الرز وغسله وقال لي لا انا هعمل الرز كمان. ف عايز تقول حاجه ثانيه؟ على فكرة مش عيب إن الواحد يدلع مراته ويهزر معاها ويضحك معاها يعني. رضا بحاول يجبر بخاطرها لغايه ما قالت له انا عايزه اكل بالرز. قال لها ماشي، خلاها مشيت من هنا وهو اللي عمل الرز لانه بيقرف من اكلها. تعالوا نكمل. باميه. الله، انت قلت امبارح في الفيديو بتاع امبارح ان انت هتعمل لنا باميه. بس احنا كنا امبارح الأكل كبس على نفسنا. فأنا بعملها بطريقة يعني غير الناس شوية برضه. كل شغل غير الناس. يا سلام، سبيسيال. أصل في بيقلد توم في الطاسة وكده. انت هتشرح لنا بقى بالظبط ايه اللي أنا بعمله بيميزك. جوازة الندامة بيقول ان انا خدت شبابه. لا بالله وتالله وبالله انت مش خدت شباب، ده انت خدت عمره، ده انت قصرت عمره. ده هو بعد ما سابك راح وتاب وعمل عمره، وربنا كرمه بزيارة بيت الله الحرام علشان يتوب توبة نصوحة من اللي عاشوا معاكي. سريعة هدوء اقول لكم، بس ريحته بقى ايه ما اقول لكمش. على فكرة قبل ما ابدا الفيديو في ناس كتير قوي يا جماعة طلعوا اتريقوا عليا وقالوا لي انت بتاكلي كده ليه، انت مقرفة، بتعملي صوت بالمعلقة، بتخبطي في اسنانك. بصوا يا جماعة، انا زي ما قلت لكم انا باكل معاكم بطبيعتي اللي هي ورا الكاميرا. انا باكل كده بخبط بسناني. بس يا جماعة اللي بيقرف ومش قادر يشوفني، في ناس بيقولوا لي احنا بنرجع واحنا بنتفرج عليك وانت بتاكلي. يا جماعه لو حاسين ان انتوا هترجعوا او حاسين ان انتوا مش هتقدروا تشوفوني وانا باكل، او ان انا بعمل اصوات، او ان انا بخبط في اسناني، او ان انا شكلي مقرف، ما تتفرجوش على الفيديو، لان انتوا كده بتكسبوني مشاهده، بتكسبوني فلوس. اطلعوا اقفلوا الفيديو وامشوا يا جماعه. انا هاكل براحتي، اللي عايز يتفرج. الفيديو ده اللي هو للكبار فقط، الفيديو بتاعي ده للكبار فقط. كيد العزال أنا من يومي. أيوة كيد العزال أنا من يومي. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بقى. يا نهار اسوح، يعني الناس دي كلها كانت بتشتمك من اول ما فتحت القناه لغايه دلوقتي. ده انت ستك بالله صحيح. لو بتقولي لهم ايه كيد العزال، كنت بترمي على مين بقى؟ على طريقه رضا لما اتجوزتيه ومفكره ان طريقه رضا هي اللي طالعه عليكي، ولا كنت بترمي على مين؟ هاكل بقى وايه، عامله شويه بطاطس مع ايه البيبسي بتاعي زي العاده كوم دابيتود. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه باربيكيو مع شويه كاتشب. يا سلام. احلى من بتاع بره. يا وليه بتتكلمي كده ليه؟ حاسه زي ما يكون انسان آلي بيتكلم. يعني فعلا زي ما رضا قال كده ان انت يعني ضربتي مقلب في نفسك وصدقتيه، ولا ايه اللي انت عاملاه ده؟ وبعدين اسمعوا يا بنات، شوفوا الفرق بين الاكل اليومين دول والاكل بتاعها من 5 سنين، وكان بتتهزق عليه عادي. فعلا عايزاكم تجربوا الطريقه دي، طعمه رائع. في ناس بيقولوا شكلك بيقزز وانت بتاكلي، بيقزز. فاتحه بقك كده. طب بتتفرجوا ليه؟ اطلعوا، انتوا كده بتكسبوني مشاهده. اتكلوا على الله، روحوا شوفوا حد تاني بيعجبكم.
انا ما بزعلش ابدا من النقد، انقدوا زي ما انتوا عايزين، بس اللي انا شايفاه او من رايي، او انا مش عاجبه حد او بقرفه ما يتفرجش عشان ما يقرفش. بس والله انا مش زعلانه من النقد، كل واحد ورايه. بس زي ما بقول لكم كده، وفي ناس بتقرف وبتتضايق من طريقه اكلي، يمشوا. مش عايزه ازعل حد، ومش عايزه حد احس انه بيقرف يعني. خبرك اسود من 5 سنين وهم بيهددوكي كمان. طب شتيمة وقلنا ماشي، وكان معاكي رضا اتشتمتي وبهددوكي وقرفانين منك، انت يا ولية جبلة، قسما بالله جبلة ملكيش حل. تهديدات. بيهددوني، عايزه اقول لهم عايزه تقدروا تعملوا لي حاجه اعملوا لي. من هنا تعالوا ما اقول لكم السر الخطير اللي بينها وبين روزا في ايطاليا. عارفين ايه يا بنات؟ قالت لها واقترحت عليها روزا، قالت لها يلا اعملي كل يوم اكله، واللي هيعملها من متابعينك تجيبي صوره من طريقه عمايله، مثلا بعد ما يكون عمل مثلا الكيكه، وتقولي اسم اللي عمل الكيكه على طريقه هناء. هاي والله لا، وما تقوليش قال يا روزا، بس يا اختي اعملي زي ما روزا قالت لك. معاكم حتى ما فيش داعي نجيب الشيبس ما فيش داعي. يلا يا بنتي هنا قولي بسم الله وكلي كده يا بنتي، اتغذي يا بنتي، انت الايام الجايه عندك شغل كتير، محتاجه تغذيه يا قلبي. بص يا بنات، هي بتعمل عمل تطوعي، لكن ده مش عمل تطوعي، لان مفيش حاجه هنا في فرنسا بتقول كده. الست دي عليها حكم، والحكم حكم عليها ان هي تعمل العمل التطوعي في اي مركز من مركز الحكومه، فهي دلوقتي هتقول لكم بلسانها عندها شغل كتير. يلا يا بنتي هنا قولي بسم الله وكلي كده يا بنتي، اتغذي يا بنتي، انت الايام الجايه عندك شغل كتير، محتاجه تغذيه يا قلبي. اوعي يا روزا، اوعي يا روزا تروحي تقولي المشروع اللي انا هعمله انا وانتي. هزعل منك والله يا روزا لو قلتي. انا عارفه لا، روزا ما بتقولش حاجه ابدا. روزا صديقه من الاصدقاء الجمال. ثبتي روزا يا اختي، ثبتيها تثبيت عالي، واحنا عارفين السر يا اختي. هتعملي الطبخه وهيبعتوا لروزا الصوره والاسم، وانت اللي هتقوليه في الفيديو اللي بعديه. ثبتيها على الاخر هي واصدقائك المخلصين زي دول. كلكم مخلصين، ما احبش اقول اسماء عشان بنسى، في ناس بيزعلوا مني يقولوا من هنا بسجل لكم يا بنات على المقطع، وخلي بالكم من الطباق واحد وواحد اللي محطوطين على السفرة. طبق الأكل بتاع السفرة 4 فقط لا غير: ياسمين، فيروز، أمهم، ومامادو. حتى مامادو صوته ما طلعش في الفيديو، بس للأسف هي لو ذكية كان حطت 5 أطباق علشان يبقى فيروز وجوزها، ياسمين وجوزها، وهي. لكن زي ما قلتلكوا قبل كده مرارا وتكرارا، الكذاب نساي. فزي ما انا بوريكوا دلوقتي بالمقطع، حاولوا تعدوا كل حاجة، حتى اللحم اللي هي جايباه البارد، وبتحتفل في نفس العيد بتاع عيد الميلاد. فإذا الست دي مشكوك في إسلامها، بس هي إسلام وخلاص، لكن هي تعودت على عيشة الطيار وأكله والحوارات. حتى بناتها كانوا بيقولوا أوبن أدي، إحنا عندنا هنا اسمها جودن أبيتيت، يعني أكلة هنية أو بألف هنا. فهمتوا؟ من هنا بقول لكم باي باي في فيديو جديد، وما تنسونيش في اللايك.